أغلب الناس بيشتكوا من الإرهاق وبيدوروا على الحل، يمكن يكون في الأجازة. المشكلة إن الأجازة كمان مش بتساعد. في العيادة بشوف ناس بتقول أنا تعبت من كل حاجة. ده مش تعب جسدي بس، ده تعب من جوه خالص. الفرق بين إرهاق طبيعي والاحتراق النفسي إن الإرهاق الطبيعي بيتحسن بالراحة، أما الاحتراق النفسي اللي هو البيرن أوت فلا. ليه؟ لأن الاحتراق مش بيبقى في العضلات، بيبقى في الطريقة اللي دماغنا بتفسر بيها المعاني. الدراسات بتقول إن من أهم علامات البيرن أوت الحقيقية مش تعبت من الشغل، لكن مش بحس إن اللي بعمله بيستاهل. وده بيفرق في التشخيص وفي الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الأعراض. وده من أكتر الأشياء اللي بنشوفها في العيادة، إن الناس بتستنى الأجازة تحل المشكلة، لكن للأسف هي بترجع أكثر تعبا. الراحة بتعالج التعب، بس مش كل تعب الراحة بتكفيه. لو لاحظت إن راحتك مش بتديك طاقة زي قبل كده، ده وقت تقييم، مش وقت إنك أنت تستنى على الموضوع أكتر من كده.